السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالقشطة، واحلى كنافة كده بأقل مقادير وتكلفتها على قد الايد والنتيجة ممتازة. ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معانا نص كيلو من الكنافة مفرفتينه زي ما انت شايفة كده، ومعانا السمنة النباتي والبلدي مسيحينهم على البوتاجاز، ونص كيلو من اللبن. طبعًا لإن إحنا هنعمل نُص كيلو من الكنافة، والسكر حسب الرغبة، بس أنا حطيت 3 معالق كبار كده عشان نحلّي اللبن بتاعنا، عشان يبقى التحلية بتاعته مضبوطة إن شاء الله، ولا مسكّر أوي ولا عادم أوي، هتخلّيها مضبوطة بإذن الله. ومعانا هنا علبة قشطة هنستعملها إن شاء الله في الوصفة، لو عندِك وش لبن ينفع مكان القشطة. ونقول هنا معانا 3 معالق برضه كبار من النشا، زي ما أنتم شايفين كده اللبن بتاعنا ساقع، إحنا لسه ما حطيناهوش على البوتاجاز. وهنقول بسم الله ونحط معانا المكونات على بعضها ونقلب على البارد زي ما انتم شايفين، عشان النشا بتاعتنا ما تكلكعش. اول حاجة نزلنا بيها السكر زي ما انتم شايفين، لان احنا كده بنحلي القشطة اللي احنا هنحطها في قلب الكنافة، غير خالص ان احنا يبقى في شربات للكنافة. طبعا احنا كده بنحلي القشطة اللي احنا هنعملها بإذن الله. دي قشطة اقتصادية وهتديكي كمية كبيرة، هتكفي لك نص كيلو الكنافة وتكفي الصينية اللي انت هتعمليها بإذن الله. لو هتعملي كمية أكبر يبقى هتضاعفي الكميات، يعني احنا هنا عاملين نص كيلو كنافة يبقى هنضاعف. لو هتعملي كيلو يبقى هتضاعفي الكيلو لبن، وتضاعفي كمية النشا، تضاعفي كمية السمنة، تضاعفي كل المكونات اللي موجودة عندك. هنا قلبنا السكر والنشا على البارد، وبعدين رفعناهم كده على البوتاجاز ونبدأ نقلب كده. أنا كل فترة باوريه القوام، هتفضلي تقلبي بحيث إن هو ما يكلكعش منك، وفي نفس الوقت على نار هادية. وعشان برضو ساعات القعر يلزق كده معانا، لا احنا عايزينه تفضل كل حاجة تمام تمام، ايدك مع المضرب وتقلبي زي ما انت شايفة كده. بدأت تفور وبدأ القوام بتاعها يتقل، هننزل على طول بالقشطة بتاعتنا. وزي ما انت شايفة كده أنا بوريها لك هي موجودة في المضرب، هتفضلي تقلبي وكل شوية ترفعي المضرب تشوفي القشطة بتاعتنا ساحت ودابت في وسط النشا اللي إحنا بنعمله ده جوّه اللبن. فزي ما أنتم شايفين فضلنا نقلّب، أول ما تلاقي القشطة بتاعتِك خلاص فكِّت من المضرب زي ما أنتم شايفين، هتطفي البوتاجاز ويبقى كده القشطة الموجودة معانا انتهت، وعملناها بكل براعة الحمد لله. زي ما أنتِ شايفة قوامها ولا هو تقيل، إحنا مش عايزينها كاستر وفي نفس الوقت عايزينها متماسكة شوية، فهنسيبها كده تبرد، وكل ما بتبرد كل ما بتمسك في بعضها وتتقل. فهنجيب الصينية الوسط وندهنها سمنة كده، زوّدي السمنة ما تقلقيش، لإن الكنافة بتحب السمنة وتستوي معاكِ أسرع من غير ما تتحروق. فزي ما أنتم شايفين كده حطيت الكنافة بتاعتنا ورشيت عليها بالمعلقة السمنة السايح بتاعتنا، عايزة تعمليها بسمنة نباتي براحتك، عايزة تعمليها بسمنة بلدي كلّها براحتك برضه. لكن أنا ضِفت حبّة من السمنة البلدي، حوالي 4 معالق سمنة بلدي و3 معالق سمنة نباتي كده، وهنضيفهم مع بعض ونسيّحهم على البوتاجاز، ونرُش في الصينية بتاعتنا نُص الكمية، والنُص التاني هنرُشّه على الجزء التاني. إحنا أخدنا نُص الكنافة كده حطيناها في قعر الصينية، وعملنا حرف للصينية بصوابعنا كده، وأنتِ ماشية كده تلفّي الصينية لحد ما تعملي لها حرف كده، بحيث إن أنتِ لمّا تحطّي القشطة بتاعتِك ما تطلعش من الجوانب بإذن الله. وزي ما أنتم شايفين هي بردت شوية كده، وزي ما أنتم شايفين ليها قوام، ولا هي سايبة أوي ولا هي عاملة كاستر، لأ هي مضبوطة الحمد لله. هتفرديها كده بالراحة بالمعلقة، أو تستني عليها هي تفرد لوحدها. هزي الصينية كده زي ما أنتم شايفين بدأت تمسك، هنسيبها تبرد شوية قبل ما نحط الطبقة التانية عشان الطبقة التانية ما تنزلش جواها. بعد ما تستنيها يعني 10 دقايق ربع ساعة، هتبدأي تحطي الطبقة التانية من الكنافة وترشي عليها السمنة بتاعتنا كده، هتغرقيها سمنة الوش طبعًا، لإن عشان يستوي معاكِ أسرع وتبقى كلها متشربة من السمنة بتاعتنا. في ناس بتحب تبقى
تفرفت السمنة مع الكنافة، أنا ما باحبش كده الصراحة، باحب تبقى موجودة كلّها في الصينية من غير ما نبهدل الدنيا، وزي ما أنتم شايفين حطيناها جوّه الفرن مش هتاخد منِّك حوالي ساعة إلّا ربع أو كده لحد ما وشّها يدّيكِ اللون الدهبي. أنا باولّع الفرن من تحت، بعدين الشواية لمّا تحسّي إن هي بدأت تستوي هتدّيها الشواية من فوق عشان تدّي لون للوش. وزي ما أنتم شايفين قلبتها في بعد ما شرّبتها الشربات طبعًا قلبتها في طبق التقديم بتاعنا، وزيناها بفستق أخضر، وزي ما أنتم شايفين النتيجة خرافة، الكاميرا الصراحة ظالماها، والطعم أحلى شكل وريحة وطعم خرافة الصراحة، وكانت دايبة في البُق زي ما أنتم شايفين كده. يالّا جرّبيها وقولي لي رأيِك فيها، ولو عجبتِك الطريقة ما تنسينيش كده باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة، وكل سنة وأنتم طيبين وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة.